1952 ولسنة 1954 أول رئيس لمصر الرئيس محمد نجيب منذ العصر الفرعوني. الحقيقه يمكن المعلومات اللي على الرئيس محمد نجيب مختلفه كتير جدا، الناس يمكن تخش على النت تقرا حاجات وكتب مكتوب حاجات، يعني انا مثلا قريت ان هو كان وزير للحربيه لكن بيقال انه ما كانش وزير للحربيه. في حاجات كتير جدا خاصه بمنطقه الخلاف بينه وبين الضباط الاحرار، محتاج انه يبقى في عمل مثلا يعرفنا الحقيقه كانت ازاي وعلاقته بيهم ايه وايه اللي حصل، لانه تم عزل الرئيس محمد نجيب في منطقه المرج، والحقيقه عاش طبعا الوقت ده كان في وقت الزعيم جمال عبد الناصر، ولكن الزعيم السادات في عام 1973 او يمكن بعدها تم الافراج عنه، لكن ايضا تم تجاهل موقفه، ما كانش ليه اي علاقه باي حد. ليه 3 ابناء وليه طبعا اكيد حاجات كتير جدا، لكن هو كان وحيد وكان عايش وحيد في بيته يمكن مع غفير ليه او شخص بسيط جدا، وتوفي عام 1984. قصة طويلة جدا عن الزعيم محمد نجيب، في عمل دلوقتي بيتم الإعداد ليه خاص بهذا الزعيم، واللي هيعرفنا يمكن على تفاصيل أكتر إحنا كمشاهدين أو كمصريين ما نعرفهاش. معانا في وسط البلد اللواء حسن سالم ابن شقيقه، أهلا بحضرتك. ابن شقيقته، أهلا بحضرتك. ومعانا أيضا كاتب الفيلم الخاص بالصحفي الأستاذ محمد ثروت، أهلا بحضرتك. ليه فكرت ليه محمد نجيب؟ أحب أقول أولا الناس اللي بتشوفنا دلوقتي واللي معانا الشباب اللي في الاستوديو، وأنا شايف إن معظمهم من جيل الشباب وأنا في سنهم ومن عمرهم ولا أنتمي إلى جيل الثورة، إنه لما فكرت أعمل فيلم عن أول رئيس للجمهورية اللواء محمد نجيب، لأن حسيت إن الراجل ده في حياته دراما إنسانية قبل كل شيء، لأن اللي بيبقى الإنسان قبل السياسة وقبل التاريخ وقبل كل حاجة. وحسيت إنه ظلم بشع، رغم إن دوره كان خطير ومؤثر جدا جدا في تاريخ مصر كلها. كان تحول من الملكية للجمهورية، كان ارتبط بالديمقراطية. يعني الناحيتين دول مهمين جدا عن محمد نجيب. انت هتركز في الفيلم عن حياته سياسيا ولا هنشوف جانب مثلا من حياته الانسانيه كمان علاقته، لانه مثلا في منطقه مثلا بيقال انه ليه والده او والدته سوداني، وفي ده هو كل الكلام ده بتقول لا مصري 100%. هو الحقيقه طبعا معانا سياده اللواء حسن سالم اللي ساعدني كتير في اعداد الماده العلميه، وامدني بكم من الوثائق وعرفني بالشخصيات وشهود العيان على فترة حكم في حياته، وبعدين توفى وبعدين لسه عايش. وحصلت منه على تسجيلات صوتية، على وثائق، على كل ما كتب عن اللواء محمد نجيب، على مداخل كتيرة ساعدتني في الإيمان بهذه الشخصية الثرية. تدخل من يعني أنت جانبين، الجانب السياسي والجانب الإنساني في حياة محمد نجيب. طيب سيادة اللواء، يعني عايزة أعرف من حضرتك وهو خالك، طيب يعني يمكن في التاريخ يمكن ما نقلش فيه حاجات كتير جدا الناس تعرفها وناس مختلفة عنها، علاقته بالضباط الأحرار، وإنه في وجهات نظر كتير مختلفة. هل أنت راضي عن ما قدم وما قيل عن اللواء محمد نجيب أو الرئيس محمد نجيب؟ هو الحقيقة اللي اتكتب أو اتقدم عنه كله خطأ. الحقيقة الصليبة الصح انه اتعرض على اللواء محمد نجيب انه وهو مدير لسلاح المشاة بانه هل عنده مانع من قيادة مجموعة من الضباط كانت تحت اسم تنظيم ضباط الجيش، فوافق مباشرة. وكان ليه علاقة بنادي الضباط وكان لا، دي البداية الأول كانت حوالي أواخر سنة 1949 بعد حرب 48 مباشرة، واستمر في هذه القيادة ولم يخرج منشور إلا بعد الموافقة عليه بواسطة اللواء محمد نجيب. والكلام ده ظهر طبعا في كلام المؤرخين العسكريين أمثال سيادة اللواء جمال حماد. القيادة بتاعته مش زي ما قالوا إن هو كان صورة أو واجهة، لا، محمد نجيب كان قائد الثورة، وسمي تنظيم ضباط الجيش بتنظيم ضباط الأحرار في وقت ما كان هو قائد لهذه المجموعة في أواخر سنة 50.
وبدأ يظهر المنشورات باسم الضباط الأحرار. هل أنتم كأسرة حاسين أنه في غبن وقع على هذا الرئيس؟ طبعا. لأنه يعني أول واحد كان ممكن يتحاكم أو يقتل أو يعدم في حالة فشل الثورة كان أساسا اللي هو محمد نجيب. ولو مسكنا وبصينا بقى لقينا يعني بصينا للباقي، هنبص نلاقي الباقي كان أغلبه اللي بره واللي يعني في رفح واللي موجود مش عارف فين وفين. يعني العملية يعني ناس كانت في السينما، ناس كانت لابسه ملكي وماشيه في الشوارع، يعني التاريخ موجود. علاقتك بيه استاذ محمد ثروت هتبقى متواصله طيله الكتابه ولا هتنتظر لما ينتهي؟ حضرتك اديته كل المعلومات ويعني هو جمع مادته، ولكن يعني الشكل النهائي بقى للسيناريو حضرتك استاذ محمد منتظر موافقتكم انتم كاسره عليه؟ لان انا عارفه حضرتك المتحدث الرسمي عن الاسره، حضرتك اللي هتقول ايوه ده ينفع ده ما ينفعش ده لا ده، هل في شروط معينه يعني انتم؟ هي العلاقه مستمره، يعني انا بيني وبينه على طول في اتصال مستمر، يعني مفيش اي مشكله. هو بيسال انا بديله اجابات، انا ليا راي بقوله له. اللي انت يعني مش عايز صراحه الاستاذ محمد يقرب منها، هل في شروط معينه انتم كاسره محمد نجيب بتضعوها امام العمل؟ لا، اصل ما فيش حاجه مش عايزينه يقرب منها، لان ما فيش حاجه تسيء الى محمد نجيب عشان نقول ما يقربش منها. يعني ما احيانا اصلا بقول لحضرتك ليه؟ لانه احيانا بنشوف مبدع مثلا عايز يكتب عمل وبعدين يجي يقعد مع اسره، يعني الناس يعني دلوقتي بقى في خلافات كتيره جدا بين المبدع والاسره والمبدع والرقابه، يعني في النهايه ممكن العمل يموت او يشوه وما يطلعش. طب راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ أنا يعني الاسره دايما بتبقى حساسه قوي. لا، انا رايي ان يعني كل ما يريد ان يظهره احنا مستعدين. مفيش مشكله، مفيش مشكله بالمره، ما عندناش مشكله. احيانا بعض الاسر بتبقى شايفه انه الشخصيات المشهوره او الشخصيات المعروفه لازم ان تبدو مقدسه كالملاك، يعني ما عندوش اخطاء، ما عندوش حد ضده. يعني هل هي طبيعه احنا كمصريين ما عندناش ثقافه الاختلاف دي كشرقيين؟ بالظبط كشرقيين، لان انا لما يتعمل 191 فيلم عن رؤساء امريكا ويتم مثلا وصف تفاصيل دقيقه في حياتهم، بيوتهم البسيطه، حياتهم العاديه، والناس بترحب بده. ليه احنا يعني ليه ما نقربش الرئيس للناس اكتر؟ ليه ما ننزلوش من هاله القدسيه اللي فيها؟ احنا عايزين رئيس مش سوبرمان، خاصة يعني انه تاريخه واحد من قيادة الشعب المصري، وده بيقربه شعبيا. لكن انا احط صورة السوبرمان اللي بيحسب كل حركة، اللي لا كده انا بعمل بينه وبين الشعب. هو عشان كده الفيلم بيظهر شعبية اللواء محمد نجيب الجارفة، ازاي الناس كانت يعني من القاهرة حتى اسوان في جولاته قبلي وبحري، الناس كانت بتجري حتى يعني تترمي عليه، ازاي كان بياخد الشكاوى بنفسه، ازاي يعني. هل في تخيلك شخصية مين اللي يؤدي